بص يا بابا، انا هفهمك الموضوع واحده واحده. انا ما كنتش عارف انها هتنشر الكلام ده على السوشيال ميديا والحاجات دي كلها مره واحده كده، والجروب اللي انتوا عاملينه. انا ما كانش قصدي ان انا ابص على البوس الوحش اللي بيجي في التلفزيون ده زي ما هي مفكره. انا كان قصدي خير والله، زي ما كنت ببص زي ما ببص احمد صاحبي ومحمد في الفصل، وببصك انت وماما واخواتي. ما كانش قصدي حاجات وحشه من اللي هي قالته ده خالص. بقى ارجوك يا بابا ما تصدقهاش بليز. وبالنسبه للحضن، انا ما حضنتش الحضن اللي هو كده يعني، انا عملت كده هو بس، ما قلتش حاجه وحشه يعني. طب وانا مالي، انا مالي ابوها هي منتقبه وجوزها ملتحي وجريد 4 وجريد 5، ونسال واحنا نسال ولا ما نسالش؟ احنا مالنا احنا اساسا يعني؟ انا لما بوستها وحضنتها ما كانش مش بتاع حاجه يعني، انا كان غرض شريف والله العظيم. وحكايه ان انا خبطتها تحت عينها ده، انا ما خبطتهاش تحت عينها والله. وحتى والعضه اللي في راسها، طب انا هعضها من راسها ازاي يعني؟ شعرها ده شعرها معفن حتى يا بابا كمان. ارجوك يا بابا ما تعمليش حاجه، مش كفايه ابنها يضربني بكره في المدرسه؟ ابنها يضربني بكره في المدرسه. بس ياض انا مش هعمل لك حاجه، ولا حد يقدر يعمل لك حاجه. ما هو اللي عنده معزه يربطها. هي لو بنتها محترمه ما كانتش خلتك تحضنها وتبوسها في الفصل، كانت قالت للمس. حتى عشان طريقتها الوسخه دي انا مش هعمل لك حاجه. واللي عنده معزه يربطها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صح، اللي عنده معزه يربطها يا حبيبي يا بابا. بعيدا عن اللي حصل في الفيديو ده، احنا بقينا في مجتمع دلوقتي ما يعرفش اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط. يا ريت يا جماعة لو نحاسب على ونشوف الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا، ونربي اولادنا تربية كويسة يعني. نتقي ربنا شوية في التربية دي، عشان احنا هنسأل عليهم يوم القيامة. والولاد دول هم اللي هيفضلوا بعدين بعد ما احنا نموت. احنا في مجتمع دلوقتي لازم شايف نفسه ان احنا لازم نكون اوبن مايند، ونعمل زي اللي بيحصل في التلفزيون عشان نكون ناس هاي كلاس وناس كويسين يعني، ومش بيئة زي هما بيقولوا علينا دلوقتي. لا، الكلام ده كله غلط. يا ريت لو نتقي ربنا شوية في تربية أولادنا.